اليوم باش نتوقعوا بطل البطولة التونسية إن شاء الله مع الوصيف مع صاحب المرتبة الثالثة الرابعة، وإن شاء الله زاد باش نتوقعوا شكون الكيبات اللي باش تهبط والكيبات اللي باش تصعد. هذاك ما نعرفش خاطر ليغ دو أصعب بالنسبة لي من ليغ الأولى. أما اليوم باش مباشرة نبداو بالمرتبة 16. نتوقع انه حمام سوسة الامل الرياضي بحمام سوسة باش يكون في المرتبة 16، واول ليكيبات باش تكون نازله للرابطه المحترفه الثانيه. صراحه ليكيب ضعيفه برشا، ما عندهاش لا كاليتي دو جوار لا عندها باش تنافس ليكيبات الكبار. صراحه نتعداو ديريكتومون المرتبة 15. في المرتبة 15 معنا النادي الرياضي بحمام لانف. صراحه النادي كبير، نادي عنده اسمه كارير كبير في الرابطه المحترفه الاولى والثانيه. اما صراحه النادي ماهوش باش يقدر ينافس ليكيبات، خصوصا الترجي. مش بشرط الترجي او النادي الافريقي وغيره، لكن ليكيبات كل صارفه برشا فلوس. النادي هذا ماهوش باش ينجم ينافسهم بجمله باش يكون ثاني مغادرين بالرابطه المحترفه الاولى ان شاء الله. مش ان شاء الله يعني، هذه توقعاتي. في المرتبة 14 زاد نادي كبير ونادي عنده كارير كبير في الدوري الرياضي الاول محترف في تونس باللي يسمى ربي. المهم المارسا نتوقع باش تكون في المرتبة 14. ما نعرفش علاش لكن هذا توقعي ليا، خاطر بالرسمي الكاس السنه بالذات تم منافسه شديده. مستحيل فما كيف باش تفرط باي نقطه. في المرسى باش تكون خارج الحسابات باش تكون في المرتبة 14 ان شاء الله. ان شاء الله لا يعني امور. في المرتبة 13 نتوقع سقية الدير التقدم الرياضي بسقية الدير. صراحة كيف ما نعرف الجملة، شفتها الماتش الأول ربحت 2 شيء صحيح، لكن هذا لا يعني أن البدايات باش تكون النهايات. نتصور باش تكون مرتبة 13 إن شاء الله تكون في مرتبة أحسن، لكن هذا توقع ليه. نتعداو ديريكتومون مرتبة 12. في المرتبة 12 النادي اللي عمل موسم كبير عملوه بالطبيعة موسم يعتبر عالمي هو شبيبة العمرة باش يكون في المرتبة 12 نتوقع ليه. صراحة النادي عمل موسم كبير عملوه، لكن السنة نتصور مش باش تقدم حاجة كبيرة. ماهيش باش تسقط، لكن ما نتصورها باش تعمل حاجة كبيرة قدام الكبار. لينا في أول ماتش خسرت 2 شيء ونعاودها كيما جتني في كومنتات ما تقيمهاش من مباراة واحدة. أنا ما قيمتهاش من مباراة واحدة، أنا أعطيت توقع للنادي هو في حد ذاته يعتبر ماهوش باش يكون منافس كبير باش يشد مرتبة 12. نتعداو مرتبة 11. توقع المرتبة 11 باش تكون الأولمبي البيجي. صراحة الأولمبي البيجي كيب كبيرة، كيب عندها كارير كبير في البطولة وكذلك. أنا ماهيش باش تعمل حتى شيء السنة. نتصورها باش تكون في المرتبة 11 وبصعوبة زادة، هذا إذا ما شدش المرتبة 12 13. لكن توقع عليها باش تكون في المرتبة 11 إن شاء الله. تعمل مردود أحسن إن شاء الله، تجيب مرتبة ثانية ولا أولى ولا حتى خامسة ولا الأمور. لكن هذا توقع عليها. نتعداو ديريكتومون المرتبة 10. في المرتبة 10 نتوقع تواجد الاتحاد الرياضي بن قردين. نادي كبير نادي كذا نعرفوه الناس الكل، نعرفوه ديما يشد مراتب ثامنة 7 6 5 10. نتصور باش يكون في المرتبة 10 إن شاء الله. ما يكونش في المرتبة 10، لكن النادي ماهوش باش يكون في أتم الجاهزية السنة، خصوصا بالأجانب اللي عنده. في المرتبة 9 باش يكون النادي الرياضي بالبنزرت. النادي الرياضي بنزرتي نادي كبير نادي كذا، لكن ماهوش باش يكون منافس على البطولة. نتصور هيك خاطر النادي ضعيف برشا ضعيف برشا برغم التعاقدات اللي عملها السنة الكل، بعيد برشا على المنافسة. المرتبة 10 9 باش تكون حاجة واو بالنسبة لي. المفروض نتعداو ديريكتومون المرتبة 8. في المرتبة الثانية باش تكون توقع غريب برشا بالنسبة لأغلب التوانس، خاطر راوح معناها يكيب فارغة جملة. النجم الرياضي المتلوي باش يكون في المرتبة 8 برغم الفشل الإداري الفشل المالي الفشل كل شيء. نتصور الملعب شو اسمه المتلوي باش يكون في المرتبة 8. ما نعرفش توقعاتي هذه، وانتم توقعاتكم كتبوا في الكومنتات. المرتبة الثانية باش تكون بإذن الله النجم المتلوي إن شاء الله ليه ولا أمور كما قلت لكم. وتوقع اللي باش يكون في المرتبة 7 إن شاء الله السنة هو النادي الرياضي بالمنستير والمنستير. النادي الصعيب السنة باش يكون منافس كما كان منافس آخر السنوات، خصوصا بعد بيعوا الجميع لاعبين حتى حارس المرمى باعوه من الملعب التونسي تقريبا. معناها حرفيا ما عادش عندهم حاجة باش ينافسوا عليها. صحيح تقولي عندهم جوارات في الليج 2 عندهم جوارات صغار، لكن مش باش ينافسوا عليها. توقع النادي اللي باش يكون في المرتبة السادسة هو الترجي الرياضي بالجرجيسي. نادي منافس كالعادة على البطولة، ماهوش باش ينافس برشا على البطولة، ما باش يكون منافس على المراتب المؤهلة لدوري الأبطال والكاف. هو اصلا يشارك سنة في الكاف، فتوقع ليه هو باش يكون في المرتبة السادسة. نادي كبير نادي بالرسمي قادر يأثر في البطولة التونسية سنة. وتو دخلنا للسخون المرتبة الخامسة باش يكون نادي رضا صفاقسي. تحكي ليش حتى حكي صفاقس باش تكون المرتبة الخامسة حسب توقعي أنا. ما هو باش تكون منافسة كالعادة، مش باش تنافس، مش باش توصل تنافس على البطولة الجملة. باش نتصور لها الواقع باش تكون في نصف الموسم. ما نعرفش علاش خسرت لاعب المدافع متاعها برشا بالنسبه لي. ماهيش باش تكون منافسه الجمله. في المرتبه الخامسه نتعداو ديريكتومون المرتبه الرابعه. في المرتبه الرابعه باش تكون نجم الرياضي الساحلي. نادي منافس باش يكون منافس عكس الموسم اللي فات. نتصور باش يوفيها في المرتبه الرابعه ويشارك في الكاف، ولا ما نعرفش اذا شارك في شو اسمه في الكاس ما نعرفش. المهم المرتبه الرابعه باش تكون نجم الرياضي الساحلي حسب توقعي. نادي بالرسمي السنه باش ينافس كما ينافس في ماتش الترجي. بالطبيعه ما هوش توقع على حسب ماتش واحد. متوقع النادي باش يكون في المرتبة الثالثة. الملعب الرياضي الملعب التونسي باش يكون المرتبة الثالثة إن شاء الله. نادي كأي موسم باش يكون منافس، لأن المدرب نتاعو عنده عقلية هجومية غير طبيعية في المباراة الأولى. وبالطبيعة نعاودها مانيش نقيم على حسب مباراة واحدة يرحم أمكم. باش يكون في المرتبة الثالثة إن شاء الله. لا بالطبيعة إن شاء الله إن شاء الله أموره. ما هذا توقعي. نتعداو ديريكتومون المرتبة الثانية اللي باش تكون بالنسبة لكم غريبة، مش غريبة هذا توقعي كذلك.
وفي المرتبة الثانية معنا ومعكم الأسطورة العظيمة الترجي الرياضي التونسي. توقع باش يكون في المرتبة الثانية الترجي الرياضي التونسي، مش باش ينجم يهز البطولة ثاني موسم على التوالي برغم الصفقات العظيمة اللي عملها. باش نعملوا عليها إن شاء الله فيديو صفقة الترجي اللي بفضيحة بالنسبة لي إنك تصرف فلوس قد هكاك على جيل باش تشارك في بطولة ولا في دوري أبطال أفريقيا، لكن الترجي ماهوش باش يهز البطولة، باش ينافس كالعادة ماها لأنها قوة هجومية لكن الضرب في الدفاع قوي برشا. حسب رأيي سهل جدا انك تضرب الترجي في دفاعاتها ضعيفة على الاخر دفاعيا، ماهيش باش تقدر ان تنافس بالدفاع مع داخل في حيط بالرسمي. بيعت توقاي، بيعت كل الجوالات اللي بالرسمي نجم يعاونوها في تحقيق البطولة. صحيح انك تجيب جوار كما توقاي تبيعه بالسوم هذاك باهي، لكن والمهم مع بطل ان شاء الله باش يكون بطل البطولة موسم ثاني على التوالي النادي الرياضي النادي الافريقي. هذا توقعي صراحة النادي الافريقي باش يفوز البطولة ثاني موسم على التوالي، خاطر الافريق ما مش تصور انا باش نفوتوا نصف النهائي اذا اتخذت هذا اذا صارت وحلات في وجونا نصف النهائي صعيب باش نفوتوه، لان عندنا برشا ما شاركناش هذا السبب الاول بطبيعة الحال، لكن ان شاء الله نفوتوه. بالنسبة للبطل ان شاء الله نكون النادي الافريقي ان شاء الله باذن الله يا ربي حنا، وهذا خارج من التوقعات، هذه امنيات. المفيد مش نحكي قبل ما يوفى الفيديو على حكاية صارت لي في الفيديو اللي فات. مانيش فاهم بالرسمي ناس تكتب لي كومنتات كيما هكا مهبول طاش مش فهمتش شنو غلطي. انا ما فهمتش، انا توقعت، انا اعطيت رايي، قلت لك اكتب كومنتير اعطي فيه راي، قول لي نجح الصفقه هذيك باش تنجح، الصفقه هذيك مش باش تنجح. ما سبيتكش، ما قلتلكش الصفقه هذيك اقسمت بالله باش تفشل، لا ما قلتش الكلام هذا. انا ما نقولوا كان ربي يهديهم. انا بالنسبه لي انا جست نعطي في رايي، مانيش اله، مانيش انسان عندي الغيب، ما نعرفش الغيب، وربي يستر الناس كلها. المفيد نخليكم ما تنسوش لايك ابوني، نتقابل في الفيديو الجاي ان شاء الله.